ايدك غوري يا وليه بره. شاهين ملوش ذنب. غوري لا غزك بالسكينه. اللي انت بتعمليه ده كده الواد هيفطس في ايدك، ارحميني. غوري يا وليه. نهار اسود. ما تخافش، استرجل ياض وانشف كده. امك هي اللي واطيه، عايزه تحبسني في البيت ده، عايزه تقعد تتفرج عليا وانا متشوهه، لكن انا هقتلها هقتلها، فاهم؟ الو. ايوه فردوس، مالك؟ في ايه؟ ابني. مالك؟ ابني داليا، داليا. شايفه المطبخ عايز تقتل. هنا ولا هنا؟ ما تقول. يا نهار اسود ازاي؟ استني سيب الولد يفطر، حرام عليك. هنا. انا هخرجك من هنا والله العظيم لا هخرجك. انت كدابه، انا مش كدابه. انت كدابه وعايزه تحبسيني هنا عشان تتفرجي عليا وانا متشوهه. والله العظيم هخرجك، حرام عليك. امشي بره غوري. ده شايف بحبك يا فتور، حرام عليك. يا حبيبي امشي يا غوري. مختار الولد يا مختار. امشي يا بنت غوري بره. يا مجنونه يا بنت الكلب، هتذبحي الولد، حرام عليك. سيبيني معاها، انا هجيبهولك. غوري، انت كنت تقدري ترفعي عينك فيا. طب انا هخرج من هنا وهجيب علي يشقك نصين، وهجيب راشد واقول له على اللي عملتيه فينا. انا عارف هي عملت ايه. ايوه عارف، انا فاهم كل حاجه يا فتون وحاسس بيكي. داليا مجرمه، موتت مراد صاحب الفيلا دي، ضحكت عليه واتجوزته وخدت كل فلوسه. دي مكانها في السجن. ايوه. أنا كان لازم أبلغ عنها بس ما قدرتش، علشان بحب الولد ده ومش عايزه يتأذي، وأنا متأكد إن أنت كمان بتحبيه. ايوه انا بحبه. عايزة إيه؟ اصلك انت مش فاهم حاجه. الوليه دي حبساني هنا، عايزه تقعد تتفرج عليا وانا متشوهه. انا عايزه اخرج. مال وشك، أنت زي القمر. دي تعويرة بسيطة هتروح كمان كام يوم، وإذا كان على خروجك من هنا ده طلب بسيط. بجد؟ أنا هخرجك من هنا. ازاي؟ أنا اللي بدفع لكل الحراسة اللي هنا. هقول لهم سيبونا كده بس كده، سهلة جدا. يلا يلا عشان تلبسي أحلى فستان عندك، هخرجك خروجة تنسي الدنيا بعدها. يلا سيب السكينة دي. تعالى يا حبيبي، يلا عشان نخرج. يلا هنخرج خلاص. يلا تعالي. هلبس الهدوم. ايوه مش هرحمك على اللي عملتيه، سامعه؟ مش هرحمك يا فتون. يلا يلا عشان تغيري، عشان نخرج. انا هغير وارجع لك على طول. انا مستنيكي. كانتش هتعمل كده، هي اديتوني بكل سهوله. تعالي تعالي. حقك عليا يا حبيبي، حقك عليا
هيروح قلب امك. همشيها من البيت. انا اسفه ان انا سبتك معاه. خلاص بقى الواد مرعوب، كفايه. كانت عايزه تقتله يا مختار. كانت عايزه تذبح ابني. ما اظنش كانت هتعمل كده. عامة ربنا ستر وهي ادتني الولد بكل سهولة. ايوه يا سعد. لا مفيش حاجة الحمد لله، موقف سخيف وعدى. لا ما اظنش داليا هانم هتيجي الشركة النهارده. هكلمك انا، هجيلك انا. يلا سلام. شركه ايه؟ لا انا عايزه اقعد مع ابني، مش هنزل الشركه النهارده. ماشي، لو مش عايزة تروحي بكرة كمان ما تروحيش بكرة. يا ريت استلم كل حاجه مختار في الشركه الفتره دي لغايه ما اعصابي تهدى شويه. حاضر. بس الموضوع الحمد لله عدى على خير اهو، مش محتاجة بقى اعصاب. لا محتاج. بقول لك كانت عايزه تقتل ابني، دي مجنونه. ماشي. معلش يا مختار انا اسفه، عايزه اقعد مع ابني لوحدي. حاضر. لو احتجتي حاجة كلميني. متشكره قوي يا مختار. حبيبي يا حبيب قلب امك انت يا حبيبي، يا روحي وريني. الشركة اسمها الاتحاد، وهي شركة كبيرة جدا في الخليج، وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المربات والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي. الشركة دي بقالها 3 سنين في السوق، وفي الفترة القليلة دي قدرت تعمل سمعة هايلة ليها. هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا وطالبين تحديد ميعاد معانا، فياريت حضرتك تبلغ مدام داليا وتشوف الميعاد اللي يناسبها. حاضر، بعد 4 أيام، يوم الاثنين مثلا. بس داليا مش هتكون موجودة. احنا هنقعد معاهم هنشوف شروطهم ايه ونتفق على النقط الرئيسية الأول، وبعد كده نبقى نقول لها. وبكره يا فندم لجنة الاستلام هتنزل الكومباوند عشان محضر استلام التشطيبات لازم يتمضي. ما أنا عارف، هما يخلصوا بس التقرير والإجراءات تمشي عادي. سلام. أيوه. أنت فين يعني دلوقتي؟ طيب زي ما اتفقنا هجيلك. سلام. أنا لازم أمشي. طيب أنا عارف إن مدام داليا قدامها شوية على ما تركز مع الشركة، ولازم كلنا نرتب نفسنا على كده، بس على الأقل يكون في يوم واحد علشان التوقعات، ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل.